السلام عليكم، مرحبا بكم فيديو جديد ووصفة جديدة. اليوم غنحضر معكم مرقة البسطيلة بالطريقة السهلة. تبعوا الطريقة. كنحتاج 2 كؤوس ديال الدقيق، وكنحتاج 2 كيسان ديال الماء، نفس الكاس باش عبات الدقيق، وكنزيد الماء بشويه بشويه وكنخلط مزيان، وكنزيد شويه الملحه، وكنزيد نخلط مزيان. كنخلط مزيان باش العجينه اولا الخليط اللي عندي ما يتكورش ليا الكويرات. وهذا هو القوام اللي مطلوب. العجينه تكون جاريه. وعندي طنجرانه فيها نص لتر د الماء، كنضيف عليها الطريفه ديال الحامض وكنشعليها فوق النار متوسطه، وكنضيف المقلاة اللي غنطيب عليها ورقه البسطيله. كنضيفها فوق الطنجره. وهنا كنستعمل هاد البونجه هي باش غنخدم ورقه البسطيله. وهنا كنشوف المقلاة حتى كتكون سخونه، عاد كنخدموا الورقه ديالنا. كنخدموها بهذه الطريقه. كنحاولوا ما امكن نزربوا يدينا شويه باش ما تجيناش معجنه، وكنستمروا بهذه الطريقه حتى كنكملوا. وفي هذه الاثناء كنشعلوا النار متوسطه وما نخليوهاش حتى تنشف بزاف. ملي كتنشف بزاف كتخرج لينا كتقطع. ما نخليوهاش حتى كتنشف بزاف. كنشوفوا الجناب، ملي كيتحيدوا الجناب صافي كنحيدوا الورقه. نتمنى يكون الفيديو والشرح واضح. فين ما كيبان لينا شي فراغ كنعمروه. وكنحيدوها بشويه بشويه بهذه الطريقه، وكتحيد بسهوله. ها هي كتخرج ناجحه. وفي هذه الاثناء كان ضروري ما كندهنوا الورقه بالزبده اولا الزيت، وكنحط وحده فوق وحده. ضروري ما كندهنوا بيناتهم بالزبده ولا الزيت. وهنا كنستمر بنفس الطريقه حتى كنسالي الوحدات اللي عندي.
وهذا هو الشكل النهائي ديال الوريقه. ضروري ما كنغطيوها بسلوفان باش تبقى رطبه ما تهرس، وكنعمروها باش ما عمرناها ان شاء الله. في الفيديو القادم غنحط لكم العماره ديالها. نتمنى يعجبكم الفيديو ديال اليوم ويكون الشرح مبسط ومفهوم، والسلام عليكم الى الفيديو القادم ان شاء الله.